مرحبا بكم في قناة الإخبار الآن. القناة التي ستجدون ملخص الأحداث السياسية والرياضية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزيكانا يومه الجمعة شخصا وأحالته على أنظار النيابة العامة في حالة اعتقال عقب مداهمة مستودع سري مخصص لتخزين وادخار مواد استهلاكية أساسية خاصة الخضر من طرف لجنة إقليمية مختلطة لمراقبة الأسعار وتتبع تموين الأسواق ونقط البيع. وضبطت اللجنة الإقليمية المختلطة اليوم بقاية ملول شخصا آخر في الحي الصناعي للمدينة متلبسا بالأفعال نفسها لتتم متابعتهما بتهمتي الادخار السري والمضاربة غير المشروعة. وكانت لجنة اليقظة والمراقبة المفعلة تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية وقفت على مستودع للادخار السري لمواد استهلاكية أساسية بقلب مدينة إنزيكانا، وحجزت كميات مهمة من الخضروات فضلا عن توقيف مشتبه فيهم. يشار أن والي جهة سوس ماسة مرفوقا بعامل إنزيكان آية مالول وممثلي عدد من المصالح والقطاعات الوزارية والسلطات المحلية والأمنية تفقدوا صباح اليوم الجمعة سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزيكان للوقوف على وضعية تموين السوق بالخضر والفواكه وأسعار بعضها. وشددت تعليمات السلطة الإقليمية على مواجهة المضاربين والتصدي بحزم لنشاطهم ومراقبة مسارات التسويق من خلال اعتماد مجموعة من الإجراءات التي ستساهم في تتبع السلع من نقط البيع إلى حين وصولها إلى المستهلك.